ويتبين ذلك بأن الشهيد المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا والآخرة. فهو شهيد في الدنيا إذا قتل ومات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن ولا يأتيه الملكان اللذان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فلا يغسل من أجل أن يبقى أثر الدم عليه، أثر الدم الذي قتل في سبيل الله من أجله يبقى، فيأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا قال العلماء يحرم أن يغسل ويحرم أن يغسل دمه، بل يبقى على ما هو عليه. ولا يكفن، وإنما يكفن في ثيابه التي قتل فيها حتى يأتي يوم القيامة بهذه الثياب. ولا يصلى عليه لأن الصلاة شفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والمقتول في سبيل الله لا يحتاج لأن يشفع له أحد، لأن الشفاعة له كونه يعرض رقابه لأعداء الله إعلاء لكلمة الله. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدم فتنته في قبره، فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني كفى بها اختبار. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. فيكفن في ثيابه ليأتي بها يوم القيامة ولا يصلى عليه. ونظير هذا من بعض الوجوه الرجل إذا مات محرما فإنه يغسل بماء وسدر، ولا يحنط ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يكفن بثياب غير ثياب الإحرام التي عليه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يقول: لبيك اللهم لبيك. والشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يصب دما، لكنه لونه لون الدم وريحه ريح المسك. فهذا الشهيد في أحكام الدنيا، الشهيد في سبيل الله، يجنب هذه الأشياء: لا يغسل ولا يكفن بكفن جديد، وإنما يكفن في ثيابه، ولا يصلى عليه، ويدفن، ولا يأتيه الملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه، لأن هذا أكبر امتحان واختبار الله ودليل على صدقه. أما في الآخرة فقد قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل